السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد. انت اللي راك تفرج فيا باين عليك انسان ذكي. انا على بالي بلا ما تقول لي هكذاك بالحاسة الثامنة. مادامك انسان ذكي باينه بلي ما تحبش الكلام الغبي، الهضره هذيك اللي ما عندها حتى معنى. ايا ما انا جبت لك واحد العباره من اتفه العبارات اللي تنقالت. الغباء هكذا يكثر، بصح درك ما نقولها لكش، لازم شويه دراما. عندي كيما موالف. في القرن الخامس قبل الميلاد اجتمع مجموعة من الأطباء متخصصين كل واحد في الاختصاص تاعو، واحد كارديو، واحد اوفطالمو، بيدياتر، بيولوجيست، وبيان سور الميكانيسي راكم تعرفوه. داروا اجتماع مع برعم من براعم الطب باش يعطيوه نصيحة ثمينة جدا، أفضل نصيحة في حياته. شوف وليدي، الجنراليست ما درنا والو. في الفيلم الياباني بيرفكت دايز، قصة تاعو تحكي على إنسان بسيط يخدم حاشاكم في تنظيف المراحيض في مدينة طوكيو. ينوض الصباح على نفس الساعة، يقرا كتاب، يسقي النباتات تاعو، يدير فوطو لشروق الشمس، يبدا الخدمة تاعو، من بعد يدير بوز، يتغدى ويكمل هذا الروتين. كل يوم يتعاود كيف ما يخلطش بزاف الناس، كالم، ما يهضرش بزاف، ما يشكيش، وبطريقه غريبه راضي كل الرضا على حياته. يعني باختصار باش نوصفوه ماهوش جزائري، ورغم انه خدمته هي خدمه متواضعه الا انه يتقنها كل الاتقان. هذه القصه درك تبان قصه خياليه، باينه هي قصه خياليه تاع فيلم، ولكن هي تجسيد لحياه حقيقيه. الفئه من الناس رغم انها ماهيش بزاف وصلوا صح للسلام الداخلي والرضا والطمأنينة بالحياة اللي راهم فيها مهما كانت الحالة الاجتماعية اللي راهم فيها. وانا شخصيا خدمت مع واحد يخدم في الاستقبال تاع مصلحة استشفائية، ورغم انه تاع الريسبسيون معروف عليهم الضغط تاع الناس والهضرة بزاف والمشاكل، يوليو شوية مشنفين واغريسيف يعني، ولكن هو بعيد على هذه الحاجة، محترم، يعرف يهضر، المظهر تاعو، المستوى تاعو، اللبسه تاعو، كلش هايل. هذا الانسان كان قادر يكون كاي موظف استقبال، يمس في القارص، عنده نظارات تاع هذيك وحده اللي تزوج عليها راجلها 4 مرات، ليل ونهار هو يتذمر يشكي، ولكن هو رضى بالحاله اللي راهو فيها. والحاجه اللي ما يقدرش يبدلها اللي هي الظروف تغاضى عليها واستثمر في الحاجه اللي يقدر يبدلها اللي هي هو. من جهه اخرى والغالي في الامر، تلقى طبيب اقل حاجه قراها هي 7 سنين، نورمالمون طبيب مستوى كبير، ايا تلقاه كاره حياته، متذمر، مدي قوتي، ماشي غير من ظروف العمل اللي هما صح ظروف صعيبه ومرهقه وتقلق، ولكن بارتي كبيره من التذمر هذا هو لانه طبيب عام والله دار اختصاص من الاختصاصات اللي ماهيش مطلوبه بزاف، ما عندهاش يعني سمعه مليحه وما فيهاش الاموال. تلقاه طبيب وحاس روحه فاشل. علاه سيدي؟ في سنوات الدراسة والتكوين الطبي ينفصل طالب الطب على المجتمع، وهذه باينة ديما نقولها، ويروح يسافر لكوكب ناميك وين كاين زوج حوايج، اكزاما وافيشاج ودي فوا رطراباج. في هذا الكوكب يتكون مجتمع اخر مختلف خلاص على المجتمع اللي رانا عايشين فيه، اصحاب، زملاء، اساتذه، الناس اللي يكونوا معك في الاقامه، كلش يدور على الطب. تلقى الشغل ليكسيكال فيه روتاسيون، اكزاما، بي 3، بي 6، تي دي، تي بي، ريزيدانا، وهذا يكون حاجه يسموها باللغه الانقاليسيه اللي يحكي بها حيوان الانقاليس دو ايكو تشامبر، اي غرفه صدى. هذا المصطلح يوصف به الاشخاص والله مجموعه من الاشخاص اللي يكون عندهم راي واحد مشترك واهتمام واحد يدور بيناتهم. الراي تاع هذا هو نفسه الراي تاع هذا، ويقعدوا غير يهضروا في نفس الحاجه. مع الوقت حيبان لهم العالم كامل جاي كيما هكذا متقوقع في التخمام نتاعهم. في هذه الحاله حيعيشوا في عالم منعزل على العالم الحقيقي. تلقى الحرب في غزه، السودان مساكن راهم في حاله، المشاكل اللي راهم يصراو مشاكل كبيره، بصح هو اكبر هم تاعو هو اكزامان. حتى المقارنات اللي حتصرا هي مقارنات غير بيناتهم. فلو نديو مثلا المثال تاعنا اللي هو طبيب عام، مهنه تاعو هكذاك تقريبا خير من 70% من المهن اللي كاينه في المجتمع. خير من 70% هو انسان محظوظ، ولكن اسكو هو حيقدر يشوف روحه محظوظ؟ باينه لا. علاه؟ لانه في الكوكب الجديد نتاعو اللي هو كوكب ناميك راهو في اسفل الهرم. هذا وين بدا طبيب عام البدايه زعما، لانه حيبقى يقارن روحه بالمحيط اللي راهو فيه. هذا راهو عنده كابيني بريفي، هذا فتح كلينيك، هذا خرج لالمان، هذاك فرنسا. ومن هنا نشأت العباره الغبيه جينيراليست ما درنا والو. كي شغل يجيك واحد يقول لك جولف سات ما كاين والو، تقول انت علاه جولف سات ما كاين والو؟ يقول لك انت ما زعماش لامبورغيني وبوغاتي. لامبورغيني وبوغاتي باينين بلي ملاح، بصح جولف سات بالنسبه لي هايله. هذاك هو نفس المعنى بالضبط. انت كطبيب مختص مثلا وفقك ربي انك تفتح عياده خاصه، تنجح، تلقى نجاح، تلقى قبول كبير من الناس، والناس كامل يجيوك والحياه تمشي.
ولكن النجاح نتاعك ماهوش الحاله العامه، النجاح تاعك حاله استثنائيه ما تقدرش تقيس عليها وما تقدرش تنصح الناس باش يوليو كيما انت تمثل ابيبري نقدروا نقولوا 5%، كيف عاد تخلي 95% الاخرين يوليو كيما انت؟ هذه ما تصلحش. كل واحد عنده النجاح الخاص به. واحد جاي من الدوار كيما حالتي انا كي يولي طبيب برك راهو اختار قسمه راهو من نازا خلاص سي بون، ما يقدرش يقارن روحه بواحد باباه بروفيسور والله ما شاف سيرفيس. نقطه الانطلاق ماهيش كيف وحده متزوجه بولادها عندها مسؤوليات عندها حاله ماديه معينه، واش داها تقارن روحها بوحده عايشه وحدها والحاله الماديه تاعها بعيده كل البعد عليها. تصالحك مع نفسك تقبلك للحالة اللي راك فيها لا ينفي أنك إنسان ماشي طموح، بالعكس هذه بداية النضج، بداية تأقلمك مع الواقع اللي راك فيه، بداية ابتعادك على المثالية، وبداية إدراكك بلي كل واحد عنده الحياة الخاصة تاعو وبيان سور النجاح الخاص به لوالم هذيك الحياة. هذه الحلقة الصغيرة مقدمة بحب وإخلاص ودموع تماسيح، ماهيش موجهة لكم قد ما راهي موجهة لي. والسلام عليكم.